السلام عليكم. لو حد قالك ان سبايدر مان اتباع ب 7 مليون دولار بس هتصدقه؟ سنة 1996 مارفل مفلسة رسميا، غرقانة في الديون ومحتاجة تبيع أي حاجة تنقذها، فباعت سبايدر مان، باعت اكس مان، باعت هالك بفلوس فكة لو قارنتها بالمليارات اللي هيجيبوها بعد كده، وده كان أسوأ قرار تجاري في تاريخ السينما. بس ايه رأيك لو قلت لك ان نفس القرار الكارثي ده هو اللي خلق واحدة من أعظم سلاسل الأبطال الخارقين اللي شافتها البشرية؟ بدون الإفلاس ما كانش سام ريمي هياخد فرصته، ما كانتش جملة with great power comes great responsibility هتتحول من شعار لانها تبقى مصير مراهق اسمه بيتر باركر ما يقدرش يهرب منه للابد. فاضل انك تعرف ازاي كل ده حصل بالظبط. بص، انا عارف انك سمعت بدل ملخص لسبايدر مان 10 ملخصات على الاقل، وانك سمعت الافلام بتاعت سبايدر مان الفترة دي بدل مرة 1000 او على مدار حياتك. عشان كده قررنا نعمل حاجه جديده النهارده، ونتكلم عن ما وراء كواليس سبايدر مان والسوني ومارفل، ونتكلم في علاقه سبايدر مان ببرجين التجاره لو ما كنتش تعرف فهو ليها علاقه، وازاي اتاثر بالاحداث دي، ونخوض في اعراض تاني كده انت ما خضتش فيها قبل كده. فيلا بينا ننزل بالديف بتاعنا. Davy. في بداية التسعينات سوق الكوميكس في أمريكا عاش طفرة مرعبة. ظهر جيل من المضاربين اللي كانوا بيشتروا مجلات الكوميكس مش عشان يقروها بل كاستثمار، على أمل إن سعرها يعلى بعد كام سنة ويبيعوها. مارفل طمعت في الهوس ده وبدأت تطبع ملايين النسخ وتعمل أغلفة خاصة، أغلفة تلمع في الضلمة، أغلفة مجسمة، أنواع كتيرة. عشان إيه؟ عشان تشجع الناس تشتري نفس العدد 5 أو 6 مرات. النتيجة الفقاعة فرقعت في منتصف التسعينات. المضاربين اكتشفوا إن المجلات دي ملهاش أي قيمة حقيقية لأنها مطبوعة بملايين النسخ، بطلوا يشتروا خالص وانهار السوق الكوميكس. ومارفل لقت نفسها غرقانه في ديون تخطت ال 700 مليون دولار. ركز في الارقام. في ديسمبر 1996 وبسبب الديون الطائله وصراع السيطره بين الكبار المستثمرين، اعلنت شركه مارفل افلاسها رسميا. عشان مارفل توفر سيوله سريعه وتسدد ديونها للبنوك، لجأت لحل اخير ويائس: بيع اثمن ما تملك، حقوق شخصياتها السينمائيه. الشركات الكبرى في هوليوود كانت بتبص لمارفل كمحل تصفيه، محل بيصفي تشتري منه تحف نادره بملايين. العجيب ان مارفل باعت الشخصيات دي بعقود قليله جدا وشبه ابديه، بس بشرط ان الشركه المشتريه بتنتج افلام للشخصيه في فترات زمنيه محدده. وركز في الشرط ده كويس. سبايدر مان اتباع لشركه سوني ب 7 مليون دولار، وكمان مع نسبه عبيطه جدا من ارباح شباك التذاكر ما تتعداش ال 5%، ونسبه من بيع المنتجات. اكس مان وفانتاستيك فور اتباعوا لشركه فوكس بمبالغ زهيده جدا، وبشروط خلت مارفل ما تقدرش حتى تستخدم كلمه ميوتن او متحولين في افلامها لسنوات طويله. تخيل كلمه واحده ما تقدرش تستخدمها في افلامك. وهالك اتباعت حقوق توزيعه لشركه يونيفرسال. المفارقه هنا ان اعظم ماساه في تاريخ مارفل التجاري، اللي هي بيع شخصياتها وتشتيتها بالاستوديوهات، هي اللي انقذت هوليوود. لما كانتش مارفل فلست، ما كانتش سوني اشترت سبايدر مان، وما كانتش سام ريمي خد الضوء الاخضر عشان يعمل رؤيته الفلسفيه اللي غيرت الصناعه في 2002، ولا ما كانتش مارفل باعت الصف الاول من ابطالها سبايدر مان واكس مان، ما كانتش لما وقفت على رجليها تاني اضطرت تخاطر وتصنع عالم سينمائي بابطال الصف الثاني وقتها، وهو الرهان اللي صنع عالم مارفل السينمائي اللي نعرفه النهارده. انا عارف الموضوع مفاجئ ليك، بس ايرون مان وكابتن امريكا وثور دول كانوا ابطال صف تاني وتالت، واللي كانوا ابطال الصف الاول قبل 2008 هم سبايدر مان واكس مان وهالك وفانتاستيك فور. واصلا مجموعه الافنجرز في الكوميكس كانت تعتبر حرفيا جروب لم الشمل للابطال اللي ما لهمش مجلات فرديه بتبيع كويس. فلما قررت مارفل انتاج افلامها بنفسها وتاسيس استوديوهات مارفل، ما لقيتش اي ابطال صف اول تنتج لهم افلام اصلا، عشان كلهم متباعين او ممسوكين بعقود احتكار من استوديوهات تانية. مارفل لقيت نفسها قدام خيار وحيد وياس: اما انهم ينجحوا بابطال الصف الثاني اللي قاعدين لهم، او يعلنوا افلاسهم ويقفلوا للابد. بالفعل عملوا اعاده صياغه للشخصيات زي توني ستارك اللي مثله روبرت داون جونيور، اللي خلوه سريع البديهه ودمه خفيف وكاريزما، وكابتن امريكا اللي خلوه يركز على المبادئ الانسانيه مش بس يكونوا جندي بينفذ الاوامر ويخدم البروباجندا وبس. وبنوا عالم متصل عوض عن نقص شهره الابطال الفرديه، وبالفعل نجحوا نجاح باهر بانهم يبنوا سلسله افلام هي الانجح والاكثر استمراريه في النوع بتاعها. دلوقتي نخش على جزئيه مهمه في سبايدر مان: ازاي نخلي العنكبوت بتاعنا يطير بجد. في اوائل الالفينات تقنيات المؤثرات البصريه كانت لسه في بدايتها وبتعاني من جفاف وبطء شديد، واول معضله واجهتهم هي معضله الحركه الفيزيائيه. ازاي نعمل سبايدر مان بالكمبيوتر من غير ما يبان زي كاركتر في لعبه فيديو؟ حركه السوينجينج بين ناطحات السحاب محتاجه محاكاه دقيقه جدا للجاذبيه والسرعه والقصور الذاتي
وشكل العضلات وهي بتنقبض وتنبسط تحت البدله. مش هدخلك في درس فيزياء، بس ريمي ما كانش بيثق في الكمبيوتر بنسبه 100%، ودي مشكلتنا. فقرر يعتمد على ايه؟ على الدوبليرات والحبال الحقيقيه في لقطات كتيره. كانوا بيعلقوا المغامرين على رافع عملاقه وسط شوارع نيويورك الحقيقيه ويطيروهم بسرعه مرعبه بين العمارات عشان ياخدوا لقطات واقعيه، وده كان بيعرض حياه الدوبليرات لخطر حقيقي في كل شط. ده غير ازمه البدله اللي كانت مشدوده وضيقه جدا عشان تبين تفاصيل العضلات، بس ده سبب مشكله للممثل توبي ماجواير البطل بتاعنا اللي كان بيحتاج من نص ساعه لساعه عشان يلبسها. بس ده غير انها اتسرقت قبل كده 4 مرات من موقع التصوير، والبدله كانت ب $100,000 بسبب التكنولوجيا المستخدمه فيها، واللي خلى الاستوديو يعمل مكافاه $25,000 للي يعرف مين اخدهم. وطلع في الاخر حارس الامن في اللوكيشن واللي كان بيبيعهم لهواة جمع المقتنيات. ده غير ان الاستوديو كان رافض توبي ماجواير اصلا من الاول، وكانوا شايفين انه ما يقدرش يشيل فيلم اكشن بلوك باستر ب $130 مليون لانه ملامحه طفوليه وناعمه، وكانوا عايزين حد زي ليوناردو دي كابريو. بس المخرج سام ريمي اصر عليه وعمل سكرين تيست في مشهد قتالي عنيف، ولما الاستوديو شافه وافقوا عليه. خلصنا خلاص الكاستنج والمؤثرات البصريه والصعب عدى، صح؟ لا طبعا غلط، الخازوق للساعد. تعال اكلمك في حته انا بحبها قوي. قبل احداث 11 سبتمبر بكام شهر، وتحديدا في صيف 2001، سوني نزلت حمله دعائيه عبقريه ومبتكره للفيلم، كان بيترأسها اعلان تشويقي وبوستر رسمي. الاعلان كان عباره عن قصه قصيره، مش قصه قصيره لفينوس. لصوص بنوك بيسرقوا بنك وبيهربوا بطياره هليكوبتر، وفجاه وهما بيطيروا بين ناطحات السحاب بتتشد المروحيه لورا وتتعلق في شبكه عنكبوت عملاقه مشدوده بين برجين التجاره العالميين. الكاميرا كانت بتدور حوالين البرجين وبتظهر سبايدر مان وهو بيراقبهم من فوق. حلو الكلام. بعد 11 سبتمبر على طول سحبوا كل البوسترات من السينمات اللي كانت بتبين انعكاس برجين التجاره في عين سبايدر مان، وسحبوا الاعلان التشويقي اللي قلت لك عليه من السينمات والتلفزيون. والمخرج ريمي عدل الفيلم بحيث يحذف البرجين من اي لقطات عامه لمدينه نيويورك. طبعا حاجه زي كده كانت ممكن تضر دعايه الفيلم او تربطه عند الناس باحداث زي 11 سبتمبر، بس صناع الفيلم استغلوا الوضع لمصلحتهم. بعد 8 شهور من الحادثه نزل الفيلم، وكان بيبيع نفسه على انه المداوي النفسي الجماعي لسكان نيويورك، وان سبايدر مان الابن البار للمدينه اللي عايش في كوينز وحافظ شوارع المدينه. هو مش مجرد بطل خارق بيحارب الفضائيين، لا ده ابن البلد اللي بيدافع عن مدينتهم الجريحه. وافتكر معايا مشهد الجسر اللي في النهايه لما المواطنين العاديين بداوا يرموا حجاره على جرين جوبلين، وهم بيقولوا اذا ضربت واحد مننا فقد ضربتنا جميعا، في اشاره من صناع الفيلم انه اهل نيويورك واحد. الكلام الوردي ده كله، شويه الاونطه اللي بتتعمل عشان يضحكوا بيها على الناس. مش هجيب سيره الحفله في الاستاد بمناسبه خروجنا من دور ال 16 على ذكر الاونطه في كاس العالم، ولا مقام سيدي دور ال 16 اللي اتعمل في طنطا، ولا اللعيبه واهاليهم اللي احتلوا التلفزيون. انا بس هقول لك كل سنه وانت طيب بمناسبه الذكرى الشهريه على خروجنا من دور ال 16، اعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. مش هتكلم اكتر من كده عشان نسيب الكابتن بهاء ياكل عيش. حبيبي يا كابتن بهاء. خلينا بقى نعدي في تفسير سريع من جوانب تانية للثلاث اجزاء بتوع سبايدر مان توبي ماجواير. من الجزء الاول المخرج طرح تساؤل فلسفي: هل القمه نعمه ام عقاب وجودي؟ لو الكلام حسيته جعلص منك حبتين اصبر لي وهشعبل لك الدنيا ما تخافش. الجمله الايقونيه بتاعت with great power comes great responsibility ما كانتش مجرد شعار حماسي، دي كانت اشبه بحكم بالسجن المؤبد بالنسبه لبيتر باركر. بيتر ما اختارش انه يكون بطل بدافع النبل المطلق في الاول والاخر، هو اتحول لبطل كنوع من انواع التكفير عن الذنب بعد تسببه غير المباشر في موت عمه بن. تخلى بطولته نابعه من عقده ذنب. كل انقاذ لشخص غريب هو محاوله يائسه لا واعيه منه انه ينقذ عمه اللي مات. ده غير صراعه مع جرين جوبلin اللي بيمثل الجانب المظلم من نفس القوه، لانه شايف ان القوه بتحطه فوق البشر وفوق القانون، بس في نفس الوقت بيتر شايف ان القوه بتحطه في خدمه البشر. بقى نخش على سبايدر مان الجزء الثاني. الفيلم ده مش بس بيتصنف من البعض على انه اعظم فيلم بطل خارق، بل كواحد من اعظم افلام السينما عموما في مناقشه الازمه الوجوديه. ركز معايا بقى. في الجزء ده بيتر بيفقد قوته تدريجيا، والعبقري هنا انه مش بيفقدها بسبب مرض او سحر، لا ده بيفقدها عشان عقله الباطن بينهار. مش عشان اتحسد، لا مش عشان اتحسد، انا عارف ان انت يلا. بيتر بيعاني من اكتئاب وضغط نفسي عشان معهوش فلوس، وبيطرد من شغله ودراسته بتتدمر والبيت بيطالبه بالايجار، فجسده بيرفض البدله غصب عنه عشان يحميه من الانتحار النفسي. وهنا بنشوف بيتر بيرمي البدله في الزباله في مشهد مستوحى من كادر الكوميكس المشهور وهو بيحرر نفسه ويعيش كانسان طبيعي. الكاميرا هنا بترصد تحول الالوان في حياه بيتر لالوان دافيه ومبهجه وهو بيبتسم في الشارع وياكل هوت دوج. وعلى سيره الالوان، في فيديو مهم جدا هيتعمل عن الالوان في الافلام هشرح لكم في الموضوع ده. اكن المخرج بيقول لنا انه عشان يعيش بيتر لازم سبايدر مان يموت. شرير الفيلم ده هو دكتور اكتافيوس، ودوافعه الرماديه. هو ما كانش شرير من الاول، هو مجرد رجل علم فقد بوصلته الاخلاقيه وعقله بعد مأساة حصلت له، وتحت تاثير الاذرع الميكانيكيه بتاعته اللي بتسيطر على جهازه العصبي، وده اللي
بيوريك ان اي حد ممكن يبقى شرير لو اتحط في الظروف الغلط في المكان الغلط في الوقت الغلط. والفكره اللي كان متبنيها الجوكر في فيلم دارك نايت هي الفكره بتاعت دكتور اوكتافيوس، بس ده الفيديو تاني. ممكن عيب الفيلم الوحيد هي الكتابه اللي كانت احيانا بتبالغ وتخلي ماري جين شخصيه متردده وتوكسيك عاطفيا، وتسيب خطيبها يوم الفرح وتلعب بمشاعر بيتر كل شويه، ولا خلى كتير من الجمهور ما يتعاطفش مع رغبه بيتر في انه يفضل معاها. بس ارجع واقول ان ده ساعات كان بيخدم رؤيه المخرج في انه يضغط على بيتر عاطفيا ونفسيا خلال احداث الفيلم. واخيرا الجزء الثالث. بص انا مش هكلمك عن الفلسفه النفسيه وراء البدله السوداء وانها مستوحاه من نظريه الظل، واللي بتفسرها لك على ان البدله مش بتغير شخصيه بيتر بل بتطلع اسوأ ما فيه وتحرره من اي فرامل اخلاقيه، وبتعزز الانا المفرطه والغرور والغضب والانتقام عنده. وانا هكلمك عن فلسفه الغفران اللي شفناها مع ساند مان، الراجل اللي بيسرع عشان ينقذ بنته المريضه وبعدين بيتحول لرمل اللي هو رمز عدم الاستقرار والتشتت النفسي، وبعدين ان بيتر سامحه في الاخر. والكلام الكبير بتاع الرأسمالية وتدخل سوني عشان تحشر اشرار وخلاص زي فينوم بس عشان مشهور وبيبيع العاب كتير، مع ان المخرج من الاول وهو في دماغه ساند مان وهاري اوزبرون كجرين جوبلين جديد، بس ده ادى زحمه في الاشرار في الفيلم، واللي خلى قصه تحول هاري تبان مبتذله خالص، وظهور فينوم مجرد حشر ما تفرشلوش حتى كويس وبوظ النهايه العاطفيه للسلسله. بس انا عايز اسالك سؤال واحد بس، ايه ده؟ طيب لو اتكلمنا عن التأثير على هوليوود، قبل ريمي كانت افلام الابطال الخارقين بتتعامل معامله افلام الاطفال وافلام درجه تانية، يعني باستثناء باتمان وسوبرمان زمان، وده اللي كان بيخلي ناس زي صناع افلام اكس من يلبسوا الابطال بتوعهم كلهم بدلات جلد سودا عشان يبعدوهم عن شبهه الافلام الاطفال الملونه ويدوها طابع الجديه وكده. ريمي اثبت ان افلام الابطال الخارقين ممكن تحقق مليار دولار عادي وتكسب احترام النقاد في نفس الوقت، حتى لو البطل لابس بدله ملونه ازرق واحمر. ده غير انه بنى معادله اللي هتسرقها مارفل بعد كده، واللي هي البطل البشري اولا الخارق ثانيا. في الاخر لو رجعنا لسؤالنا اللي بدانا بيه، ازاي اسوأ قرار تجاري في تاريخ مارفل بقى سبب ميلاد اعظم ثلاثيه ابطال خارقين جدليا؟ الاجابه ان احيانا الفشل مش نهايه، ده باب بيتفتح لحاجه ما حدش كان متخيلها. لو مارفل ما كانتش فلست ما كانتش سوني اشترت سبايدر مان، ولو سوني ما اشترتهوش ما كانش سام ريمي هياخد فرصته انه يحول مراهق بسيط بيدفع ايجار اوضته لرمز الجيل كامل. السينما النهارده عندها ميزانيات بمليارات الدولارات وجرافيكس تقدر تعمل بيها اي حاجه تتخيلها، بس دايما بتفتقد حاجه واحده بسيطه، الروح. ثلاثيه سام ريمي ما كانتش عظيمه عشان بطلها بينقذ الكون، كانت عظيمه عشان بطلها كان بيحاول يعيش يوم كامل من غير ما ينهار زي كتير مننا، وده اللي هقربه اكتر واكتر لينا. توبي ماجواير ما بقاش الممثل اللي لعب دور، بقى الوش اللي علمنا ان المسؤوليه مش اختيار مريح، دي عيب نتحمله برجوله. ومساءك فل يا غالي.